وفي حلة على النار هنحط نص كوباية سكر، وناخد بالنا انها متجيش عند الاطراف. وبدأ يا جماعة ياخد لون ذهبي اهو، ناخد بالنا علشان ما يتحرقش. دي نص كوباية سكر احنا حطيناها على النار، ولما دخلت في اللون ده هنحط عليها ربع كوباية وهنحط بعد كده 3/4 كوباية لبن سخن عليها، وهنقلب شوية. ودي كده احنا بعد ما حطينا اللبن الدافي والميه، وحطينا معلقه، هنحط معلقتين عسل، انا حطيت واحده ودي كمان واحده. هنحط معلقتين عسل، وهننزل بقى بعد كده ببقيه المكونات اللي هي نص كوبايه سمنه، ويا ريت يكون نوعها كويس عشان دي هي اللي بتظبط الطعم شويه. كل ده واحنا على النار. وهننزل بمعلقتين جوز هند، دي يا جماعه كوبايتين من دقيق السيمولينا بتاع البسبوسه. هنحط على طرف المعلقه بس كده بيكنج صودا، حاجه صغيره. وبعد كده هنحط معلقه كبيره من الدقيق، هي اللي هتربط المكونات بتاعه البسبوسه ببعضها. ودوت اللي احنا عملناه، اللي هو السكر مع الزبده، وهنبدأ ننزل بيها على الدقيق. ومجرد بس ان كل المواد تتجانس مع بعضها، بالمنظر ده. وناخد بالنا بس ان احنا منقلبش كتير، هي مجرد ان المواد بس تتجانس كلها مع بعضها. وفي الصينيه احنا دهنينها اوريدي بالزبده، بالسمنه، انا اسفه، مدهونه كويس جدا بالسمنه. هننزل عليها البسبوسه بتاعتنا بالمنظر ده.